قصة اليوم وقعات في تونس في 2009 وهزات الرأي العام التونسي بحكم بشاعتها، وبرنامج تلفزي هو اللي حل لغز دام ال10 شهور وكشف الحقيقة. قالت ليلتها بشكون اتصلت باش تعلم اللي المراه هذه غير موجوده؟ اتصلت بخوه. خوه اتصلت بخوه. اي اتصلت شو اللي بخوه. بقى؟ ما هو اصلا ما يمشيش غادي لدار. ايوه معناتها في سنة 2000 تعرفت سونيا على عبد المجيد، بغاها وبغاتو وتزوجوا على سنة الله ورسوله. سونيا قبلات تسكن مع راجلها في دار والديه على أساس أن عبد المجيد يخدم ويجمع شي بركة، ومن بعد يمشيو يسكنوا بوحدهم بحال أي كوبل. ولكن للأسف عبد المجيد كان راجل فنيان ما عندوش مع الخدمة، عجباتو الجلسة عند والديه، لا خدمة لا والو، واكل شارب على حساب والديه. سونيا ما قبلاتش هذا الوضع ورفضت انها تبقى عايشه عاله على عائله راجلها. وزيدون ما كانتش واخده راحتها حيت عائله راجلها كبيره وكتكون من عده افراد. المهم عبد المجيد قال لسونيا انا صافي غنقلب على خدمه، ولكن ما نقدرش نوعدك اننا نسكنوا مستقلين في دارنا، حيت الخدمه اللي غنخدمها اكيد المدخول ديالها ما غيكونش كافي باش ناكلوا ونشربوا ونخلصوا الكرا. هنايا سونيا بحال اي مرة باغيه راحتها وراحة راجلها، وقالت ليه والديا عندهم واحد البيت وحمام وكوزينه مستقلين على دارهم، علاش ما نمشيوش نسكنوا تماك وننتقلوا لمدينه تانية اللي هي مدينه سوسه، نسكنوا تماك وانت تخدم. في الاول نسكنوا فابور يعني مجانا، ومن بعد ما يسهل علينا الله نبقى نخلصوا ليهم الكرا. عبد المجيد فرح وجاتو على قلبه، يعني كيفاش غيرفض وهو غيسكن مجانا على الاقل لواحد المده. وداكشي اللي كان. انتقلوا سونيا وعبد المجيد لمدينه سوسه وسكنات مع والديها وبداو حياتهم من جديد. من بعد عام تزاد ليهم وليد، ومن بعد عام عاوتاني تزاد ليهم وليد تاني. كيبان كلشي ماشي مزيان، ولكن للاسف سونيا كانت مازال كتعاني مع عبد المجيد ومازال ما كيخدم ما والو. وحتى الكرا اللي كانوا عوالين انهم يسكنوا غير مده صغيره مجانا ومن بعد يبداو يخلصوا كراهم، ولكن لا عبد المجيد عجباتو السكنه فابور ومازال مقابل غير النعاس والخروج للقهاوي. ونهار سونيا تهدر ينوض ليها ويضربها ويعايرها وما يخلي فيها غير اللي نسى. وهذا الشيء بشهاده عائلتها اللي كانوا كيسمعوا كل شيء وعارفين ان عبد المجيد ماشي راجل وماشي قد المسؤوليه، وغير هما اللي كانوا هازين بنتهم وولادها من حليب وليكوش. ايوا سونيا صافي عيات ووصلتها للعظم وما بغاتش تبقى عايشه في هاد المهانه، واكيد ان المراه كتبغي تعيش مع الراجل في الظل ماشي في الدل. وفي 2004 قالت لعبد المجيد يا تنوض تخدم يا كل واحد يشد طريقه. عبد المجيد ما كانش من العاجزين ومشى معها في الخط، وقبل انهم يطلقوا بلا مشاكل. هو جاتو من الجنة والناس ما فيه ما يهز المسؤولية. المهم طلقوا وعبد المجيد رجع سكن مع والديه، وسونيا بقات مع والديها ووليداتها. ولكن من بعد واحد المدة قصيرة تدخلوا العائلة والناس اللي كيعرفوهم بخيط ابيض وطلبوا منهم يرجعوا على وجه داك الوليدات وربوهم مجموعين. ايوا سونيا وافقت، ولكن بشرط انه يشمر على دراعه وينوض يخدم وما يسكنوش هاد المره لا مع والديه ولا مع والديها، باش هكذا عبد المجيد يضطر يخدم وما يعولش على حتى واحد. وداكشي اللي كان. تصالحوا ومشاو سكنوا غير بوحدهم ولكن قرابين على والدين عبد المجيد. ايوا مشات ايام وجات ايام وللاسف ما تبدلت حتى حاجه في حياتهم، فعبد المجيد باقي هو لا خدمه لا ردمه، مقابل غير النعاس والتسركيل اللي خلى سونيا تعيا وما تقدرش تحمل عيشه الدل. وقالت ليه صافي يا ولد الناس كل واحد يشد طريقه، وهاد المره ثابته. وبغات تهز وليداتها وتمشي عند والديها، ولكن للاسف ما عندهاش الفلوس للمركوب. وهنايا سونيا عيطات لوالديها باش يصيفطوا ليها الفلوس، وداك الشيء اللي كان صيفطوا ليها اللي كتب الله. خرجت سونيا باش تاخذ الفلوس وكانت اخر مره تبان فيها مسكينه، اختفت وما بقاش ليها اثر. عبد المجيد خرج كيسول عليها الجيران وعيط لوالديها كيسولهم عليها، ولكن للاسف حتى واحد ما عنده عليها شي خبر.
هنايا شكوا انها تقدر تكون تعرضات للسرقه والاعتداء من بعد ما جبدات الفلوس، ولكن من بعد عرفوا ان الفلوس ما تجبدوش، ففرضيات السرقه والاعتداء ما بقاوش. وهنايا عبد المجيد عيط لعائله سونيا وقال لهم انا سولت ولدي وقال لي من نتايا خرجتي من الدار ماما جات عندها واحد الطوموبيل وركبات فيها ومشات. يعني بغى يفهم العائلة والجيران والكل أنها هربات وأنها افتعلت المشكل بالعاني باش تهرب مع شي حد تاني. والدين سونيا حتى هما مشاو عند الطفل الصغير وسولوه واش ماماك ركبات في الطوموبيل، ولكن الطفل باقي صغير بقى غير ساكت وما عرف باش يرد عليهم. المهم دازت شيامات وسونيا مازال ما بان ليها حتى اثر واش ميته ولا حيه. هنايا عبد المجيد هز وليداتو ومشى عند الاخ ديال سونيا وبدا كيقول ليه شفتي اختك سمحات فيا انا والدراري صغار وهربات من المسؤوليه وانا بزاف عليا وما عنديش، بحال اللي كان كيحملهم المسؤوليه وبحال اللي هادوك ماشي ولادو وهو اللي مسؤول عليهم. المهم الاخ ديال سونيا عطاه الفلوس وقال ليه غير كون هاني، انا اختي سونيا كنعرفها مزيان ومستحيل تقدر تعيش بلا ولادها، واكيد وقع شي مشكل وصافي، واكيد دابا وهي رجعات لولادها. ولكن للاسف دازت 3 ديال الاسابيع ومازال ما كاين حتى شي خبر. هنايا عاوتاني عبد المجيد بدا كيهضر في سونيا مع الناس وكيتهمها بالخيانه وكيطعن في الشرف ديالها وكيقول انها هربات مع راجل تاني اللي ما عجبش العائله ديال سونيا، وقرروا يمشيو يبلغوا على اختفاء الاخت ديالهم. عبد المجيد مشى عند البوليس وحط الاقوال ديالو وكان متاثر على غياب الزوجه ديالو وكيقول انه كيبغيها وانه باغيها ترجع لولادها. البوليس ما لقاو حتى شي حاجه عليه باش يعتقلوه، يعني واش سونيا مخطوفه ولا مقتوله ولا هاربه الله اعلم. ايوا مشات ايام وجات ايام ودازت 8 شهور على اختفاء سونيا، وهنايا الام والاخت ديال سونيا قرروا انهم يرجعوا قضيه سونيا قضيه راي عام ومشاو لبرنامج المسامح كريم، برنامج مشهور وعنده جماهيريه كبيره في تونس وحتى في العالم العربي. وداك الشيء اللي كان مشاو للبرنامج على اساس الا كانت بنتهم حيه تسمعهم وترجع لوليداتها، وحتى الا شافها شي حد يبلغ البرنامج. واتهموا عبد المجيد انه يقدر يكون عنده يد في مقتل بنتهم، لحقاش الام ديال سونيا كانت كتقول ان قلبها كيقول لها ان بنتها ماتت مقتوله، وبالاخص كانت كتعرف عبد المجيد مزيان وكتعرف علاش قادر، وبالخصوص ما كانش باين عليه التاثر والحزن على مراته، بالعكس كان كيحمل عائلتها المسؤوليه وكل مره يمشي يطلب منهم الفلوس باش يقدر يعرف يصرف على ولاده. المهم دازت الحلقه الاولى في المسامح كريم، وهنايا عبد المجيد طلب حق الرد وبغى يجي حتى هو للبرنامج باش يدافع على راسو ويهضر قدام كاع التوانسه ويبرأ راسو. وداك الشيء اللي كان نهار الحلقه وقعت بزاف ديال المشاكل، ومنهم انه بغى يسلم على نسيبته وهي رفضات، وقع بزاف ديال المشادات، ولكن البرنامج حاول ما يقدمش كاع المشادات للمشاهدين. المهم في واحد اللقطه عبد المجيد وجه كلامه لمراته سونيا وقال لها الا كنتي كتسمعيني فانا مسامحك، غير رجعي لولادك وما يكون غير خاطرك، وغير ترجعي نجيو انا وياك للبرنامج ونتكلموا على حياتنا ونبينوا لكاع الناس اننا عايشين مزيان وبدينا صفحه جديده. يا سونيا اذا كان انت البلاغ هذا اللي بلغوه والديك اللي انت ميته وانت موجوده حيه خايفه من العقوبات، انا مستعد اللي باش نسامحك. المهم الحلقه كانت ناريه، العائله ديال سونيا كانوا كيحملوا عبد المجيد كاع المسؤوليه، وعبد المجيد بالدور ديالو كيحمل عائله سونيا كاع المسؤوليه. وهنايا القضيه انتشرت بزاف ولات قضيه راي عام. المهم عبد المجيد هو اللي طلب يجي للبرنامج باش يرد على الاتهامات ديال نسابو، وهو اللي طلب حق الرد، وكان حساب ليه يقدر يشمت كل المشاهدين والمتابعين، ولكن وقع اللي ما كانش على بال عبد المجيد. فما بين المتابعين ديال الحلقه كان الرئيس السابق لتونس بن علي، كان كيشاهد القضيه بحالو بحال كاع المواطنين، وطلب من بعد ان القضيه تتحل من جديد. وداك الشيء اللي كان المحقق الرسمي ديال القضيه مشى حتى هو وتصنت للبرنامج وسمع الشهاده ديال عبد المجيد في البرنامج، وشاف انها ما كتطابقش كاع مع الشهاده ديالو في التحقيق،
واكيد الكذاب غير نسيه وسولو دغيا كينسى الكذبه ديالو. واللي خلى المحقق يشك اكثر هو الثقه في النفس والثقه في الكلام اللي كيقول عبد المجيد، لا في البرنامج ولا حتى نهار كان في التحقيق. وهنايا الشرطه استدعوا عبد المجيد المره الثانيه واستنطقوه، ومن بعد جابوا الطفل الصغير وسولوه وقال لهم بابا ضرب ماما بزاف حتى سخفات ونعسات. الولد الصغير ما كيفهمش مسكين وقال داكشي اللي شاف. ايوا البوليس واجهوا عبد المجيد وقالوا ليه صافي غير اعترف، ولدك قال لينا كل شيء وانتايا اللي قتلتي مراتك. عبد المجيد صافي عرف راسو حصل واعترف بكل شيء، قال لهم انه ضرب سونيا بزاف اللي خلاها تفارق الحياه من كثره الضرب، ومن بعد دخل ولدو الصغير للبيت وسد عليه الباب وحاول يشعل النار في مراته ويحرقها، ولكن الجيران شموا الريحه وجاو يشوفوا شنو كاين. عبد المجيد قال لهم غير طاح ليا الكارو على الفراش وتشعلات العافيه ودابا صافي راني طفيتها. من بعد ما مشاو الجيران عبد المجيد قطع مراته طراف صغار ودفنها في الدار في واحد جريده صغيره كانت عندهم لداخل في الدار، ومن بعد غرس عليها شجره زيتون. البوليس مشاو حفروا على سونيا وبالفعل لقاو الجثه ديالها. تحكم على عبد المجيد ب25 عام من اجل تهمه القتل العمد لنفس بشريه، وهكذا غيكون ضيع مراته وولادو وضيع راسو، والام ديال سونيا هي اللي تكلفات بولاد بنتها. اما عبد المجيد كيقولوا انه هرب من السجن خلال الثوره التونسيه، ولكن الحمد لله رجعوا شدوه. نتمنى ان الرجال يعرفوا ان المراه روح ماشي جسد، وان المراه عقل ماشي جهل، وان المراه رحمه ماشي ضعف. ونتمنى تاخذوا عبره من هذه القصه وما تعاشروا بنادم حتى تعرفوا قيمته، وما تاكلوا خبز حتى تعرفوا عجينته. حتى لهنايا قصتي غتكون مشات مع الواد وانا رجعت مع الجواد. السلام عليكم.